النهاردة هتكلم عن أنواع الأحواض في الباسرومز أو التويلتس. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. هنشرح الفرق ما بين التويلت والباسروم عشان بس في ناس بتتلخبط في الموضوع ده. التويلت اللي هو مفيهوش شاور ومفيهوش باستوب فيبقى تويلت، عشان كده بنقول جيست تويلت، حمام الضيوف. لكن الباسروم اللي هو بيبقى فيه شاور او باستوب. تمام، ده اول حاجة. تاني حاجة بقى، لو انا هتكلم عن انواع الاحواض، انا عندي انواع كتير للاحواض. اول حاجة عندي الحوض الستاند الون، بيبقى حوض كده لوحده، مش بيبقى متثبت في الحيطة ولا حاجة، هو من الارض. تمام، وده في الغالب بيبقى في الجيست تويلت. اوكي، طيب عندي ايه تاني؟ او في الباودر روم اللي هي بيبقى الجزء اللي قبل الجيست تويلت. في ناس بتبقى عامله في الجيست تويلت باودر روم كده، اللي هو بخش اغسل ايدي، بظبط الميك اب بتاعي. نوع من انواع الاحواض اللي هو بيبقى المعلق العادي، اللي هو في اغلب البيوت العاديه. تمام، عندي نوع تاني اللي هو بيبقى above counter. يعني انا بيبقى عندي مثلا رخامه او HPL او whatever، بيبقى عندي حاجه وفوقيها يعني عندي كاونتر يعني، وفوقيه الحوض. تمام، طيب النوع اللي بعد كده بيبقى عندي اللي هو semi above counter. يعني ايه؟ يعني بيبقى نصه ساقط في الحوض، نص الحوض فوق الكاونتر ونصه تحت الكاونتر متغطي. تمام، الكاونتر ده بيبقى متسقط في الرخام اللي هو بنشوفه في اغلب الاماكن في النوادي وكده، بيبقى رخامة عندي والاحواض متسقطة فيها احواض بورسلين. تمام، طيب ده نوع تاني. طيب عندي ايه تاني؟ عندي اللي بيبقى متسقط في الرخامة اندر كاونتر، بس بيبقى عندي فريم كده بارز من الكاونتر زي ما انتم شايفين كده. تمام، طيب عندي ايه تاني؟ في ايه تاني انواع؟ عندي بقى اللي بيبقى تحتيه الفانيتي، يعني ممكن يبقى هو ريسيسد في الفانيتي نفسها، الفانيتي يونت اللي بتبقى تحت الحوض ومتقفل قطعة فرنتشر على بعضها. تمام، طيب في حاجة تانية برضو عايزة اوضحها في انواع الاحواض. انا ممكن الحوض عندي يبقى بورسلين كده وخلاص زي اللي هما بيبقوا لا، انا بيبقى عندي حاجة تانية، ماتيريال تانية. يعني انا ممكن اعمل حوض ماربل، يبقى الحوض نفسه رخام، بأي نوع رخام انا عايزه. تمام، فده نوع برضو من انواع الاحواض. طيب وعندي ايه تاني ممكن اعمل منه حوض غير الرخام؟ ممكن اعمل حوض من السيراميك عادي، وممكن اعمل حوض من الترادزو بيتعمل. فانا عندي انواع كتير. ممكن اعمل حوض من الكوريان، وممكن اعمل حوض من الكوارتز. تمام، كل دي انواع احواض مختلفة. فاحنا الحوض مش بس الحوض التقليدي البورسلين اللي احنا بنشوفه، لا، احنا عندنا ماتيريالز كتيرة قوي ممكن نعمل منها الاحواض، وعندنا اشكال واماكن يتحط فيها الاحواض مختلفة. ده كان شرح سريع لانواع الاحواض. اتمنى اكون قدرت افيدكم. لو عندكم اي سؤال اكتبولي في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم الحلقة الجاية، والى اللقاء.